وحشتوني الله يسعدكم، أخباركم إيه؟ طمنوني عليكم، اكتبوا لي في الكومنتات بتشوفوني من أنهي بلد، ويالّا بينا على اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة لو أنتم ما اشتركتوش، وسمعوني صوت الجرس وهو بيعمل تررين تررين خلاص عملنا كل الحاجات دي، يالّا بينا ندخل نشوف القصة. أنا متزوج من 8 سنين، عندي طفلين، أنا بقى لي فترة كبيرة أوي مش مرتاح في حياتي، ومضطر أكمل فيها عشان خاطر الأولاد، بس حرفيًا مخنوق من حياتي أوي. بس بقيت تقريبًا لوحدي طول الوقت أو أغلب الوقت بقيت لوحدي، زوجتي مشغولة طول النهار في الشغل، وبعد كده لمّا بتيجي من الشغل بتبقى مدارس الأولاد بقى وتذاكر لهم والكلام ده كله، وبعد كده البيت طبعًا، الأكل والترويق والتنضيف والكلام ده كله، وأنا بابقى آخر اهتماماتها، ولإن مواعيد شغلي مختلفة عنهم باصحى لوحدي وأفطر لوحدي وبانزل من الشغل متأخر، ولمّا بارجع في آخر النهار علشان أرتاح شوية لإني بانزل تاني بالليل تكون زوجتي واقفة في المطبخ أو مع العيال بتذاكر لهم أو أيًا كان، وبالليل بقى لمّا بارجع بيكونوا طبعًا نايمين، وكأني مش متجوز ولا ليّا أي حقوق، أكتر من مرّة أكلمها وأقول لها وأفهمها وأبعت لها فيديوهات من حقوق الزوج والكلام ده كله، لدرجة إني قُلت لها إن أنا هاتجوز، لإن أنا محتاج واحدة في حياتي تهتم بيّا وتشوف طلباتي إيه والكلام ده كله، طبعًا لإن الدنيا صعبة مش هاقدر أعمل كده، وظروفي مش مخلّياني أعمل كده. أنت والله أنا مش عارفة أقول لك إيه. في نفس الوقت والله هي كويسة وحنيّنة، فيها مميزات كتير أوي، عشان بس أكون حقّاني وأنت يا ابني ما عندكش في الحق ياما ارحميني أنا مش عارفة أعمل إيه بجد والله ومش عارفة أقول لها إيه تاني من كتر اللي أنا قُلته لها. أنا هاقول لك أنا بقى، أنا هاجيب لك المفيد والخلاصة، إذا أمرت أن تُطاع فأمر بالمستطاع. يا ابني الناس ما تكونش هي طالعة عينيها في الشغل وفي تربية الأولاد وفي مذاكرتهم وفي البيت وفي الطبيخ وفي والحاجات دي كلّها وأنت في الآخر تقول لي أصل هي ما بتهتمش بيّا، تهتم بيك فين؟ اللي أنا أعرفه إنِّك عايزة تهتم بيك يبقى ما تخلّيهاش تنزل تشتغل وتمرمطها، يبقى هي بتتمرمط فوق وتحت ويمين وشمال وأنت طالب اهتمام، شوف أنت بتعمل إيه في حياتك وشوف هي بتعمل إيه، لو أنت قدرت تعمل اللي هي بتعمله وبعد كده تهتم بيها يبقى ليك الكلام، إنّما أنت ما تكونش طاحنها والدنيا طاحناها وفي الآخر تقول لي أصل هي ما بتهتمش. ما أنت برضه عاقلها، أمّا تفكّر إنّك تروح تتجوّز، لأ ممكن تجيب لها واحدة تساعدها في تنضيف البيت، مراتك هتبقى فاضية لك، هتبقى وراها الشغل والعيال وخلصنا على كده، هتيجي بقى تساعدها في تنضيف البيت، تعمل الأكل وتنضّف البيت وبس، ومراتك تبقى قاعدة لك بقى مستنياك على سنجة 10 وتقعد لك بقى مستنياك، تهتم بيك، بدل ما تروح تفكّر لي في الجواز التاني، جواز تاني إيه، جواز تاني إيه وأنت ممرمط الأولانية عشان تروح تتجوّز عليها، هو في إيه؟ بُص الأول أنت بتعمل إيه أو أنت مخلّيها هي تعمل إيه، فعشان كده هي بيحصل منها كده. دايمًا بنبُص على عيوب الآخرين، لمّا بنبُص على ما بنبُصش إحنا على عيوبنا إحنا. أنت ما تزعلش منّي من طريقة كلامي، أنا باكلّمك في الصح وفي الدغري، ما تزعلش. صح وإيه الغلط، ولو أنا رأيي غلط ممكن تدّوها آرائكم أنتم. هنستنى تعليقاتكم الجميلة، أي مشكلة يبعتها لي على صفحة الفيسبوك، وما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة لو أنتم لسه ما اشتركتوش فيها، علشان كل فيديو أنزّله أو كل قصة أنزّلها تيجي لكم إشعار بيها. هتوحشوني قد الدنيا، ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس علشان يعمل تررين تررين وما تنسوش تعلقوا لي تعليقاتكم الجميلة دي باعمل عليها كلها قلوب وباشوفها كلها، وأي رسالة بتيجي لي على صفحة الفيسبوك بارُد عليها. هتوحشوني للفيديو الجاي، باي باي.